مدرب جبان، راجل المفروض بيكنشن وفاهم الدنيا، وتعالى انت هنا والهاف سبيس. مدرب انا شفته امبارح قدام عيوني كده من الدقيقه 3 بيدافع. مش قادر اتخيل فرقه في ارضها وفي وسط جمهورها والاستاد كله متقفل وعاملين دخله عظيمه وي وكميه شحن غير طبيعيه للجمهور. الحاجات دي ما توصلش للعيبه، ما توصلش للمدرب. حاجه قمه القرف وقمه العته الموجود. مدرب جبان، اقل ممكن كلمه يتقال عليه. انسانيا راجل محترم كل حاجه، انا بتكلم كوره، انا بتكلمش انسانيا ونيجي نقول ده راجل محترم ما فكك من الجو ده. يعني انتوا ما عملتوش اللي عليكم، اذا كان لعيبه ولا مدرب، وكل الحمل على المدرب واداره. طبعا كده كده اصلا الاداره مش موجوده، فانت لازم كمدرب تكون عندك شخصيه. انت ما عندكش شخصيه في حاجه. انت في ماتش انبي رايح بتفكر لي في ماتش الاهلي، رحت ماتش الاهلي وخسرت 3. وفي المره الوحيده اللي ما ينفعش تلعب قصاد الاهلي ان انت تضغط عليه، ضغطت عليه وبتاع وعادي، وحاله لا مبالاه ولا مركزيه وحاله قرف. مدرب انا شفته امبارح قدام عيوني كده من الدقيقه 3 بيدافع. من الدقيقه 3 بيدافع، والفرقه الثانيه ماسكه عليه الكوره وواقف له على الخط ببرود وكل حاجه بين الشوطين. يا عم يا ماشي يا عم احنا هدينا يا عم. انا لو كنت قايل للعيبه ان احنا ننزل ويبقى منظرنا كده في الملعب والاستاد ده كله متقفل ويبقى ده شكلنا ده، انا كنت اعتزلت التدريب فيها. كنت اتشطبت من الحاجات اللي انا كنت ممكن اعملها. في اول دقيقه جبت جون. يا جبان يا جبان، ما تضغطش تاني عشان خاطر ان انت تكسبهم. فرقه جبت جون، يعني انت اكنك جاي من هناك متعادل، ما تضغطش وتجيب كمان جون عشان تاكد فوزك. انا مش هلوم اي لاعب لعب الماتش، انا مش لايمه، انا لايم المدرب الراجل اللي قاعد بره ده. الراجل المفروض بيكنشن وفاهم الدنيا، وتعالى انت هنا والهاف سبيس ومش عارف ايه ونلعب كذا انت كنت قايل لهم ايه بقى؟ احنا مش شفناش حاجه من الملعب. انت كنت قايل لهم ايه؟ كان في دماغك ايه؟ عايزين نروح ضربات جزاء على ارضنا في وسط جمهورنا؟ انا مفيش حاجه هقدر اقولها تاني. خلاص، ماتش خلص. سلام.